السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا ابراهيم احمد، فاوندر مبادرة خطوة. عندي 16 سنة وطالب في الثانوي عام. تمام. تاني داخل ثانوية عامة ان شاء الله. النهارده معانا حد شاطر جدا جدا يعني، وهو احمد كريم. احمد من الناس يعني يعني اللي تلاقيه دايس في اي حاجة حرفيا. برمجة شغال، كتابة شغال، اي حاجة شغال. بجانب ده فهو يعني حد ما شاء الله، يعني حد تقيل في المجال اللي هو فعلا داخله وفاهم فيه بجد. النهارده احمد هيكلمنا ان شاء الله عن البرمجه، وتحديدا في مجال الاردوينو. اتفضل يا احمد. تمام، أشكرًا على المقدمة الجميلة ديّة. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أحمد كريم. زي ما إبراهيم قال إن شاء الله بإذن الله النهارده هنقدّم البرمجة بأسلوب يعني لذيذ إن شاء الله، وهنتكلم عن الأردوينو وكده، وهنبتدي نتعلم شوية من الcodes بقى وكده. تمام. بالنسبة لي في المجال الtechnical بدأت إزاي؟ بدأت السنة اللي فاتت درست دوائر كهربا، ودرست هندسة شبكات CCNA وMCSA وHCIA، وخدت CS50 بتاع جامعة هارفارد اللي هو Fundamentals of Computer Science. والأردوينو ده كان زي شغف أو كان حلم عندي إن أنا أعمل أردوينو systems مختلفة تحل مشاكل مختلفة. كنت باشتري الhardwares وأجرّب بنفسي من غير ما أعمل simulation في الأول، ودي نقطة هاتطرق ليها لمّا نبدأ نفتح الTinkerCAD. هاعرّفكم إن يعني ده كان غلطة كده بدأتها في الأول، بس الواحد ما بيتعلمش ببلاش. عملت workshop لأطفال الحضانات اللي هو الsummer camp وكده، واديت حتى الآن في 4 أماكن، و total approximately 45. برضه بالنسبة للمسابقات اللي شاركت فيها، أنا شاركت في مسابقة كانت بين مدارس المنتسبة لليونسكو محافظة القاهرة، وخدت مركز 3 على المحافظة. وشاركت في معرض إستف اللي كان في مدينة مبارك في فبراير السنة دي الحمد لله. طيب بالنسبة للبرمجة، آآ كتير يعني. البرمجة أقصى يعني معرفتنا عنها كان ممكن نقول إن الزعبوط بتاع الهاكر اللي هو اللي بيلبس الكابيشول الأسود ويبتدي يهاك ويدخل يسرق حسابات البنوك، يسرق accounts الناس، يسرق الصور ويتلاعب بيها. بس دي مش كل حاجة عن البرمجة. الحقيقة إن البرمجة أوسع من كده بكتير. ويعني لحُسن الحظ إن الحمد لله يعني أنتم كجيل واعي بأهمية البرمجة. فإحنا أهمية البرمجة ممكن نأجلها شوية، بس إحنا عايزين نعرف الأول البرمجة دي إيه أساسًا. البرمجة يعني زي ما بنقول، أنت لمّا بتاخد task معيّن والtask ده بتنفّذه بشكل معيّن، الtask ده لمّا بتنفّذه بشكل معيّن بيبقى ما ورا الكواليس بقى من خطط حطيتها أو ما بين زي ما نقول steps، الresult اللي طلع لك كل ده برمجة. أنت بتدخّل input، فدي مشكلتك، وجوّه بيبقى في steps بتحل بيها. طريقة ترتيب الsteps دي بنقول عليها algorithms عشان تحصل على نتيجة نهائية، ده الoutput. فإحنا نقدر نعرّف البرمجة باختصار إنها pile of tasks given in a certain way، مجموعة من المهام بتدّيها بشكل معيّن and in a certain way and order، وكمان بترتيب معيّن to have a certain result عشان تاخد نتيجة معيّنة. طيب أنت كبني آدم ربنا ميّزك عن باقي المخلوقات وباقي الحاجات بالعقل، بحيث إنك أنا مثلًا لو مثلًا بابا قال لي المفاتيح يا أحمد، الطبيعي إن أنا هابقى عارف المفاتيح فين، وهابقى عارف إن أنا هاتمشى لحد المكان الفلاني، أو لو مش عارف المكان هاسأل. فأنا هابقى عارف أوتوماتيك أنا ممكن أعمل إيه. الكمبيوتر مش بالعقلية دي. الكمبيوتر لو أنا بعقلية الكمبيوتر وبابايا قال لي فين المفاتيح يا أحمد، أنا يعني هاسكت. أنا مش هابقى عارف حتى أرُد على السؤال، لإن أنا ما عنديش مش متخزّن جوايا الأمر إن أنا أرُد على السؤال ده. يعني فالفكرة، هو مثلًا لو قال لي روح هات المفاتيح مثلًا، فأنا هابقى محتاج steps أمشي عليها، ولو في step واحدة ناقصة أنا ممكن أصلًا الprogram ما يشتغلش، أو ممكن ما أحققش الطلب اللي هو طلبه. فإحنا نقدر نقول مثلًا إن أنا محتاج بقى كل حاجة بالتفصيل، ما بين مثلًا امشي في الاتجاه الفلاني، عدد الخطوات الفلانية،
بعدين اقف عند البوينت الفلانيه، لف مش عارف كام درجه، بعدين اتمشى كام خطوه، بعدين مد ايدك امسك المفاتيح، بعدين لف 300 لف 180 درجه عشان ترجع على الاتجاه المعاكس، وارجع عدد الخطوات اللي انت مشيته، وهكذا. ولما تسلم المفاتيح افتح ايدك، كل الستبس دي. فاول حاجه نعرفها عن البروجرامينج ان الكمبيوتر هو بياخد منك ستبس صرف، وما ينفعش يعمل حاجه، او مفيش بروجرام هيشغل فانكشن انت ما قلتلوش عليها. يعني انت لو شغلت برنامج مثلا يبرنت كلمه معينه، وبعدين جيت في كلمه تانية، انت ممكن علشان نسيت مثلا سيمي كولن، او عشان نسيت مثلا اي علامه تفهم الكمبيوتر انك عايز تطبع الكلمه دي، ممكن الكمبيوتر ما يشوفهاش. او مش الكمبيوتر بقى، الكومبايلر، وهنتكلم عن الكومبايلر قدام شويه. طيب بالنسبه لل يعني لما نيجي نقول البروجرامينج، هل البروجرامينج مجرد ان احنا بنتعلم يعني احنا لما نيجي نتعلم برمجه، او يعني عامه هي قاعده عامه، اي واحد بيدرس اي حاجه دراسته بتاثر عليه، والبيئه اللي هو فيها بتاثر فيه. فيعني انت كواحد مبرمج ما ينفعش تبقى في دماغك، كل دماغك انك عايز تشغل الكود اللي قدامك وخلاص، او عايز البروجرام يطلع يعني انت ماشي، انت بتركز مع الاوتبوت، بس انت حب المشكله اللي هي البروجرام اللي انت عايزه يعملها، او الحاجه الغايه بتاعت البروجرام، حب المشكله واقعد معاها علشان تقدر تطلع البروجرام اللي انت حابه. ستيف جوبز الفاوندر بتاع ابل بيقول everyone in this country should learn programming because it teaches you how to think. بيقول ان لازم كل شخص في ال... في المجتمع بتاعنا يتعلم البرمجه، علشان البرمجه بتعلمك ازاي تحل مشاكل. واحنا ممكن اصلا نقفل البرزنتيشن لحد هنا ونقول شكرا لستيف جوبز، انت وضحت كل حاجه انا عايز اقولها. بس طبعا احنا لازم نعرف اكتر ونتعمق اكتر في البرمجه، ونديك اسباب حقيقيه انت بتتعلمها ليه. انت لما بتتعلم مثلا، يعني مثلا الماث او الحساب، لما انت اتعلمته في المدرسه، انت اتعلمت انت ما اتعلمتش بس انك تجمع واحد على واحد وتساوي اتنين. انت او مثلا لما نتقدم شويه بقى في الضرب والقسمه، المالتيبلاينج او الديفيجن، انت اتعلمت انك ممكن تحل نفس المساله باكتر من شكل. فانت اتعلمت تحل مشاكل. مثلا ستوري بروبلم اللي كان، او يعني اللي هي القصه اللي كان يجيبها لك ويلف بيك ديت عشان عايزك تركب معادله معينه وتحلها. ديت برضه فيها ان كان اتعلمنا برضو ان احنا ممكن نربط القصه بالمناهج بتاعتنا. فيعني او هو القصه بتقدم لك فكره مشروع تشتغل عليه، وانا اقصد هنا بمشروع انك يعني عندك مشكله كبيره وبتقسمها مشاكل صغيره عشان تحلها، اللي هو بروجكت مانجمنت يعني. آه، آه، البرمجه برضو بتعلمك الريسك مانجمنت، انك وانت بتكتب الكود انت لازم تبقى مركز، ان زي ما انا قلت انت ممكن اي حرف كاتبه غلط، حرف سمول كاتبه كابيتال، ممكن سيمي كولوم كتبت نسيتها، ممكن سلاش مثلا بدل ما عايز تكتب ديسو كود، فبدل مثلا ما تكتب سلاش دبل سلاش كتبت سلاش واحده. ما تركزش في كل الكلام ده دلوقتي، احنا بندي امثله مش اكتر، ان الحرف بيفرق والغلطه بفوره، وممكن البروجرام كله ما يشتغلش عشان حرف واحد نسيه. فانت بتراجع كويس جدا وبتحسب مدى الخطا في البروجرام ده. انت مثلا لما بيطلب منك بروجكت، والبروجكت ده مطلوب منك تسلمه في ديدلاين معين، فبتبتدي تمانج بقى هتمشي البروجكت ازاي وكده. نفس الموضوع في البرمجه، هي بتعلمك بشكل غير مباشر التايم مانجمنت او تنظيم الوقت، انك ازاي امتى، لان البروجكت غالبا بيبقى اكتر من ديفلوبر شغال عليه. بتعلمك الكريتيكال ثينكينج او التفكير المنطقي، ودي بقى هتعرفها اول ما تخش في البرمجه وتفهم بقى المبادئ البرمجيه والكودز وكده. هتعرف انك يعني في قاعده كده خدها من دلوقتي، انت الكود لو كررته اكتر من مره اعرف انك في حاجه غلط. فالبرمجه هتعلمك التفكير المنطقي، هتعلمك انك نفس الحاجه اللي هتحلها ب 10 اكواد ممكن تحلها بخمس ست اكواد،
وإنك بدل مثلًا ما العملية الحسابية 6، 7 عمليات حسابية تسيّحهم على بعض، أنت ممكن تعمل لكل واحدة function وتبقى تنادي عليها وقت ما تحتاجها. فيعني ده باختصار كده بعض الsoft skills اللي أنت هتتعلمها، ويعني حاول لمّا تخلّص اطلع كده شوية واكتب soft integrated with the programming، أو يعني شوف إيه المهارات التانية اللي ممكن تتعلمها مع الprogramming، وحقيقي هتتفاجئ كتير. طيب نيجي ل بالنسبة لنقطة تانية حابب أتكلم فيها. الناس اللي بتتعلم برمجة نوعين، يا إما ناس بتتعلم برمجة عشان عايزة تتعلم برمجة، وناس بتتعلم برمجة عشان الفلوس أو عشان سمعت إن في بيشتغل في البرمجة بيقبض كذا. طب هو تفرق؟ آه تفرق. تفرق في إيه بقى يا عم أحمد؟ ده المفروض النوايا لله يعني. لا، 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 النوايا مش في المدينة الفاضلة. أنت لمّا بتتعلم برمجة، أنت قدامك سكتين. أول سكة إنك تتعلم الأساسيات كويس جدًا، وتتعلم يعني من تحت الصفر، وتعرف كل حاجة عن كل حاجة، وتبقى مثقف في البرمجة. يعني إيه تبقى مثقف في البرمجة؟ يعني عارف يعني أساسيات كل المجالات. ده واحد لمّا تيجي تحطه في وِش حاجة جديدة زي الAI مثلًا لمّا كان جديد، أو مثلًا بلاش الAI، تعالَ ناخد مثال تاني. قبل الكورونا بشوية، كان في الحقبة هي بتاعة 2017، 18، 19 اللي هي يمكن لحد 2020، في وظيفة جديدة ظهرت اسمها data analysis. الوظيفة دي أو يعني تحليل البيانات كانت مطلوبة جدًا. إن إحنا مثلًا هناخد مثال، 10 كانوا مثلًا نقول إن في 10 كانوا بيتعلموا برمجة، 2 اتعلموا أساسيات البرمجة وطحنوها، وال8 الباقيين كانوا كل ما يظهر مجال جديد يتعلموه. يعني مثلًا 2010 web development هوب نتعلمه، 2014 أنا باقول أمثال مش أكتر، مثلًا 2014 game development هرسوه. كانوا بيتعلموا المجال علشان يعني يشتغلوا بيه. إنما الناس التانية اللي اتعلمت الأساسيات دي لمّا جات اتعلمت data analysis مثلًا، الناس دي بقت الوحيدة اللي شغالة data analysis. فمثلًا قُل إن في 5 شركات عايزة ناس data analysis، ما فيش غير 2، والحاجة اللي سعرها بيقل معروف، الحاجة اللي كميتها بتقل معروف سعرها بيزيد. فإحنا نقدر نقول إن بالبساطة ديّة اللي اتعلموا الأساسيات دول هم بقوا متابعين الtrend مش راكبين الtrend. في فرق، متابعين الtrend عارفين، وكمان يقدروا يخمنوا إيه اللي هيطلع جديد بعد الحاجة الفلانية. ويعني هنا أقدر بالذكر الناس فاكرة الAI اللي هيبدل الناس في كل حاجة. لا يا جماعة، ده في كتير جدًا جاي بعد الAI، ويعني ممكن يبقى لينا كلام في النقطة دي فيما بعد. بس يعني اللي بيتابع الtrend يفرق عن اللي راكب الtrend. اللي راكب الtrend ده واحد ما يعرفش يعني إيه برمجة أصلًا، لأ مش عارف data analysis ب100 شغلانة ب120.000 جنيه مثلًا، أنا باقول مثلًا يعني، فحَب يركب الtrend ويتعلم. فهو قعد يفحت نفسه في الصخر اتعلم له كام كام option يشتغل بيهم، وكروت طبعًا الأساسيات. فالنتيجة إيه؟ راح ما بتوع الdata analysis كتروا، الشاطرين فضلوا شاطرين وفي مكانهم، واللي مش شاطرين نزلوا واتدحضر بيهم الموضوع، ومرتبات بقت في الأرض عشان السلعة دي كترت. إيه السلعة؟ الناس اللي بتتعلم data analysis، مش هاقول بتتقن الdata analysis، لأن ما فيش حد هيتقنها، مش data analysis بس، أنا باتكلم على أي حاجة، ما حدش هيتقنها غير اللي هارس الأساسيات. فإحنا نقدر نقول إن اللي بيتعلم أساسيات ومتابع الtrend، هو أول ما حاجة جديدة هتطلع مش هتاخد في إيده يومين 3 ويبقى أستاذ فيها. في حين إن اللي يعني بيركب الtrend بيخش شوية يفركش شوية، لأ ده معاه ربنا، ده بيجري ورا الفلوس، مش بيجري ورا إنه يكبر في المجال، يعمل لنفسه اسم. binary. طيب بما إنك كمّلت لحد هنا، فغالبًا أنت قررت إنك هتتعلم أساسيات، مش يعني عشان ما تركبش الtrend. لأن خلي بالك أنت هتركب عجلة الtrend، العجلة دي مصيرها تفرمك. اسمع مني، فأنت لمّا طب يا هتتعلم أحمد يا الأساسيات. أحمد أنا إيه؟ عايزك تقول لي كده بشكل سريع، إيه هي الأساسيات في نظرك؟ يعني الأساس ده هو إيه اللي الشخص هيحتاجه أصلًا في الأول، وعشان لو حد أصلًا حابب إن هو
يعمل سيرش مع نفسه او هكذا. ايه الحاجه اللي انا ممكن لو انا عايز دلوقتي اتعلم برمجه دلوقتي حالا، لو انا عايز اتعلم اساسيات، ايه اللي انا المفروض ادور عنه، او ايه التوبكس اللي انا المفروض ادور عليها؟ طيب خلينا سؤال حلو، خلينا يعني يعني نشرح الكلام ده بشكل سريع. نقول ان عذرا، نقدر نقول ان بشكل مختصر يعني الكمبيوتر اصلا اساسه ايه؟ سوفت وير وهارد وير. فالهاردوير وده مش صعب، هتخش تقرا لك كلمتين عن كل حاجه بتعمل ايه. مثلا السي بي يو او السنترال بروسيسنج يونت، هتقرا عن الرام، هتقرا عن الاستورج كانت شغاله ازاي وبقت شغاله ازاي، الفرق بين الهارد الاتش اتش دي والاس اس دي، الداتا بترانسفير ازاي. طبعا يعني هتلاقي فيديوهات كتير قوي للناس يعني مبسطه الحوار على الاخر، والدنيا هتكون في اللذيذ. ده بالنسبه للهاردوير. بالنسبه للسوفت وير فالموضوع كومبلكس شويه في الاول، بس سهل. ويعني احنا لسه هنتكلم عليه دلوقتي. احنا هنقدر نقول ان الكمبيوتر باختصار هو يعني لما هتقرا عن هاردوير هتعرف ان هو الدوائر الكهربائيه اللي جوه مليانه ترانزستورز. ترانزستور يا مفتوح يا مقفول، مفتوح يا بيوصل قيمه، مقفول مش بيوصل قيمه. فايه بقى القيم ديت؟ القيم ديت في لغه يعني هي لغه برمجه بس مش بشكل او باخر، يعني نقدر يعني اسمها باينري او نظام العد الثنائي. فانا لما احب اقول باينري او نظام العد الثنائي، ايه الفرق بين نظام العد الثنائي ونظام العد العشري او الديسيمال؟ باختصار قبل ما نكتب، النظام العد العشري انت بتلاقي عندك خانات زي مثلا، ثانيه واحده، سكيب الحته دي. طيب نقدر نقول ايه الفرق بين نظام العد الثنائي او نظام العد العشري؟ باختصار نظام العد العشري اللي احنا كلنا عارفينه او اللي هو الديسيمال بيبقى قائم على اساس انك عندك خانه مثلا فيها الهندردز، وخانه فيها التنس، وخانه فيها اليونتس مثلا. فانا لما اجي اقول لك مثلا انا عندي هنا، يعني خلينا نفترض ان انا قلت لك مثلا 0 1 3. طبعا انت ان الكل طبعا المنظر ده اكيد يعني كل الناس تقريبا عدت عليه يعني. انت درست زمان ان خانه اليونتس الرقم اللي جوه الخانه دي ايا كان هو ايه يساوي 10، بيتعمل له ملتبلاي بالرقم ده. ده طبيعي يعني انت مثلا درست، اسف باور زيرو، اسف، انت درست انك مثلا عندك هنا زيرو او 1 او ايا كان اللي انت حطيته هنا ده، بيتعمل له تايمز 10 باور 0، 10 أس صفر. اشمعنى 10 أس صفر؟ لأن أي حاجة أس صفر بواحد، أي حاجة باور 0 ب1. فأنا هنا أيا كان الرقم اللي هيبقى هنا ده، الرقم ده هيساوي نفسه. والأرقام اللي تقدر تحطها في أي خانة من دول، يعني هنسميه مثلا X، الرقم ده شرط أساسي إن هو يكون تبع الست اوف كاونتنج نمبرز او الست او يعني بتاعت مجموعه الارقام اللي من العدديه او اللي بنعد بيها من 0 ل 9. 0 ل 9. يعني انا مثلا قلت لك ان هنا 3، فانت عارف ان هنا كل خانه في الديسيمال نمبر ليها
نظام العد بتاعها. يعني هنا انت عارف ان هنا اي رقم في الدنيا هيتحط هنا اهو هيبقى ايكوال، هيبقى الرقم ده هتضربه في 10 باور 1 مثلا، اللي هو هتضربه في 10 هيطلع لك قيمته على طول. يعني انت حطيت واحد، هل قيمة الواحد اللي هنا زي قيمة الواحد اللي هنا؟ يعني انا مثلا لو حذفت دي، حذفتها وكتبت هنا واحد برضه، هل الواحد ده زي ده؟ لا، لان هنا ده بيتضرب في قيمة، وده بيتضرب في قيمة تانية خالص، وده بيتضرب في قيمة تالتة خالص. فالمنظر ده، المنظر ده هو ده الباينري. فانا لما اجي هنا للباينري، طبعا معظمكم اكيد سمع قبل كده الجمله بتاعت ان الكمبيوتر مش بيفهم غير صفر وواحد. احب اقول لك صح، الكمبيوتر فعلا مش بيفهم غير صفر وواحد. ازاي؟ تعال اقول لك. انت عندك الباينري بيبقى لما تسرش في الرام او الميموري شغاله ازاي، او تخش كورس بيديك فاندمنتالز اوف كمبيوتر ساينس زي سي اس 50 مثلا، هتعرف ان في الميموري مثلا بتبقى هي بتبقى كده مثلا. تعال نفترض ان ده مربع ومتقسمه كده اهو وحدات، كل وحده من دولت بتبقى بيتحجز فيها العمليه الحسابيه بتاعه جمع الارقام دي. فبالتالي الكمبيوتر بيبروسيست وبيطلع لك قيمه معينه، لان كل رقم باينري بيدل على قيمه معينه. ازاي؟ تعالى اوضحها لك في الالفابت قبل ما افهمك ايه الباينري ده. تعالى مثلا نقول ان A كابيتال تساوي 0 1، ومثلا الفاصله تساوي مثلا يعني 35. انا بدي مثال، طبعا الباينري احنا مش بالفهلوه، الباينري بالفعل ليه كود او ليه جدول اسمه A اس سي دبل اي كود. انت لو دخلت على جوجل وسرشت على الاسم ده هيطلع لك جدول كبير مكتوب فيه العدد الديسيمال، عدد ديسيمال مش باينري، عدد ديسيمال وقصاده ايه. طب ليه مكتوب ديسيمال؟ لانك هتكونفرت ديسيمال طب اكونفرت الباينري ازاي؟ هو ده بقى اللي جاي اقوله لك. بص بقى يا سيدي الفاضل، ركز قوي 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 في النقطه اللي جايه ديت. بص، احنا قلنا في الديسيمال ان كل خانه ليها قيمه معينه، مظبوط؟ احنا لما نقول ان في الباينري برضو كل خانه ليها قيمه معينه، ده معناه ان انا لما اجي احط ثواني احط ايه؟ مش انا قلت ان الكمبيوتر مش بيفهم غير صفر وواحد؟ ايوه مش بيفهم غير صفر وواحد. يعني انا الخانه اللي هتبقى تحت دلوقتي اللي هنفتحها ديت هتكون فيها يا صفر يا واحد. صفر معناها ان ان الرقم ده بصفر، معروفه، ما هو اكيد يعني الرقم اللي تحت احنا قلنا بيتضرب باللي فوق. فلو حطيت 1 هنا تايم 10 باور 0 ده معروفه ان معناها ان انا مثلا لو عملت ان ده 0 اكيد 0 تايم اي حاجه بزيرو، معروفه 0 لو ضربتها في اي حاجه بزيرو. فانت هنا هتحط يا 0 يا 1. 1 معناها ان القيمه دي موجوده، 0 يعني ان القيمه دي مش موجوده. تمام تمام. طيب بالنسبه للباينري زي ما قلنا، مثلا يعني مثلا انا حبيت اعبر عن اي رقم اهو، اي رقم، اي رقم. الرقم ده قيمته كام؟ زي ما انت هنا مثلا الرقم اللي هنا، تعالى نمسح ديت. الرقم اللي هنا احنا قلنا ان قيمته حوالي يعني بين الرقم اللي قدامنا دوت 311. 311. طيب هل انا عندي في فرق بين الارقام كبير؟ انا ممكن هنا من 0 ل 9 انا معايا
رينج كبير، لان انت عندك اصلا 10 دوت مش رقم 10، مش رقم يونت. 10 دوت هو 1 انما اليونت هي اي حاجه بتسوى قيمتها الحقيقيه تضرب في الخانه دي اليونت. فانت بتعبر عن 10 ارقام من 0 ل 9. هي دي الطريقه اللي انت بتعبر. طب انت بتعبر عن ارقام الباينري ازاي؟ نفس الفكره. انت بتشوف القيمه دي وتزودها او تجمعها على القيمه دي وتجمعها على القيمه دي تجمعها على القيمه دي وهكذا. تفضل تجمع 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 لحد ما توصل لمرحله انك جمعت الثمان ارقام بتوعك. ساعتها انت حققت او وصلت للرقم اللي هيكون ديسيمال. ففي الحاله ديت انا عندي 2 مثلا 1 او 1 تايم 2 باور 0 او 1 بضربه في 2 اس 0. فهلاقي ان هنا الناتج هيكون كام؟ 2 اس 0 معروفه بواحد. فمعنى ان الرقم واحد ده موجود هنا. احنا في الباينري عندنا الدنيا اسهل ليه؟ واحد معناها ان القيمه دي متحققه، صفر معناها ان القيمه دي مش متحققه. فتعال نشوف هنا. عندنا 2 اس 0 متحققه، زودتها على 2 اس 1. هل عندي ارقام تانية او خانات تانية فيها واحد؟ لا. يبقى خلاص كل ده ما يلزمنيش. يبقى اجمع اخر اتنين دول. 2 اس 0 بكام؟ بواحد. و2 اس 1 بكام؟ باتنين. يبقى التوتال 3. انا عارف ان الموضوع ممكن يكون صعب شويه في الاول، بس تعالى ناخد مثال تاني يكون اصغر شويه. سيبك خالص من الصفحه ديت، يعني اعتبر نفسك ولا كانها عدت عليك بتيتا. تعال اقول لك فكره تانية. انت عندك لما بتحب مثلا انك ثواني. احمد، ايه. استاذنك بس يعني حاول ما تكترش قوي في استخدام اللي هو الفيجوالز وكده في السكرين، لان بصراحه انت حرفيا بيحصل لاج كبير قوي في السكرين وفي صوتك الاثنين. تمام، فحاول يعني تسرع هحاول. عادتنا شويه في الحته دي بالذات. حاضر. هحاول. طبعا الحته دي تتقص صح؟ لا لا. تمام. إيه ده؟ ماشي. طيب. تعالى برضو ندي مثال تاني بسيط جدا. احنا قلنا ان الترانزستور يا موصل يا مش موصل. فتعالى نتخيل يا سيدي الفاضل ان ده ترانزستور مثلا. الترانزستور هو مفتاح كهرباء. يعني شوف انا هبسط لك الدنيا على الاخر. مفتاح كهرباء يا موصل يا مش موصل يا موصل. طيب سيبك من الثمان خانات اللي احنا اخدناهم. خليك معايا في 3 خانات بس. انا مثلا عندي دي مفاتيح كهرباء. فانا مثلا عايز من الثلاثه دولت قيمه. انا مثلا عايز قيمه 4. فهجيبها ازاي؟ هشوف من الاخر للاول. هشوف من الاخر الاول. انا هنا عندي 2 باور 2 او 2 اس 2 4. يبقى خلاص افتح المفتاح ده واقفل المفتاحين التانيين. طلع لي قيمه 4. طب انا مثلا عايز قيمه 3. فاشوف من الاخر للاول. انا عندي المفتاح ده 4. مش عايز المفتاح ده. اقفله. اقفله بزيرو. دي صفر. اقفله بصفر. طيب انا عايز اكمل. فهنا من الاخر الاول زي ما قلنا قفلت المفتاح ده. المفتاح ده بكام؟ 2 عشان 2 اس 1 او 2 باور 1 ب 2 او ب 2. حلو. يبقى افتح المفتاح ده. افتحه بالواحد. طب هنا 2 اس 0 او 2 باور 0 برضه ب 1. يبقى افتح المفتاح ده. فهنا دي قيمتها هتضاف على القيمه دي. جبت الثلاثه بتوعي. طب افرض بقى. تعالى نفترض سيتويشن اصعب شويه. افرض انا عايز رقم مثلا
تعال نفكر مع بعض في رقم 6. صعبة. لأ مش صعبة ولا حاجة، برضه من الآخر للأول، عايز أفتح المفتاح ده، عايز أجمع رقم 6، معايا 6 أهُمّة، المفتاح ده ب4 يبقى أفتحه، ال6 دول شِلت منهم 4، بعدين وأنا معدّي لقيت المفتاح ده ب2، افتح المفتاح ده، شِلت الاتنين، بس خلاص جِبت ال6 مش عايز باقي المفاتيح. 0 مش عايز باقي المفاتيح. أعتقد إن الرسالة يعني أتمنى إنها تكون وصلت، وأي حد عنده أي سؤال برضه يسيب في الcomments وإحنا هنرُد إن شاء الله. طيب ده بالنسبة للbinary. حابب قبل بقى ما أخُش على الArduino نفسه والTinkerCAD أوضّح لك يا سيدي الفاضل، لغة البرمجة اللي أنت بتكتبها أنت بتكتب بالEnglish. طب الكمبيوتر بيفهم 0 و1، فإحنا بيفهم الEnglish والّا بيفهم ال0 وال1؟ بيفهم ال0 وال1، بس زي ما قُلت لك إن في جدول A S C I I code. الجدول ده بتخش بتعرف هتلاقي منه قيمة كل حرف. طب إيه اللي بيحصل إيه؟ أنت لمّا بتكتب لغة البرمجة بتاعتك بالEnglish عادي خالص، زي ما إحنا هنكتب على الTinkerCAD كمان شوية، هتلاقي إن عندك هتلاقي إن الكمبيوتر بياخد اللغة ديّة، بعدين بيبتدي يprocess يعالج الfunctions والأوامر ويشوف أنت عملت إيه، بعد كده يassemb اللغة دي، بيترجمها للassembly، والassembly هي أقرب لغة للbinary. الassembly هي لغة برضه مكونة من شوية أصفار ووحايد بس معاها شوية حروف ورموز وكده. فالassembly بعد ما الكمبيوتر أو الsoftware بيconvert اللغة اللي أنت كتبتها English بقى أيًا كانت C، C++، C#، Java، JavaScript، Python، Ruby، أي حاجة طالما هي programming language، الكمبيوتر بياخدها يبرمجها لassembly ويديها للcompiler يقول له اتفضل ترجمها لي لباينري. الcompiler ده بقى مين؟ هو اللي مسؤول عن إنه ياخد الحروف الEnglish ويطبّق عليها الكود أو الجدول ده ويترجم للباينري اللي هي اللغة اللي إحنا شُفناها دي. فهل أنت عشان تبرمج محتاج تتعلم باينري؟ أبدًا، أبدًا، أنت بس اتعلم لغة البرمجة والfunctions بتاعتها، ربنا يسهّل إن شاء الله. نروح بقى على الTinkerCAD ونشوف الدنيا ماشية إزاي. طبعًا إحنا عندنا عشان يعني نتعلم Arduino إحنا قدامنا حاجتين، يا إما نعمل setup للIDE، والIDE دوّة هو زي البرنامج ده الArduino IDE. ده بنستخدمه في حالة إن عندك أصلًا يعني أنت أصلًا عندك hardware وصّلته direct باللابتوب أو الكمبيوتر أو بأيًا كان، فأنت هتكتب الكود هنا هيتطبّق مباشرةً في الhardware. طب أنت ما عندكش hardware أو ما تغلطش بقى غلطتي إن أنا كنت باجيب الhardware وأجرّب على طول، أنت تخش تعمل simulation وتجرّب البرنامج، اشتغل خير وبركة، ما اشتغلش خلاص. فتعالَ دلوقتي نجرّب نفتح الTinkerCAD مع بعض. تمام. الTinkerCAD هتسرِّش عليه عادي جدًا في جوجل، هتخش عليه. طبعًا أنت account هتخش على طول، لكن إذا معاكش هتعمل sign up واحد جديد يعني زي ما بتسجّل على أي موقع. عشان عندي account فهو غالبًا هيفتح على طول. آه. أنت لو عندك account تدخل على الlogin، لو ما عندكش account تعمل sign up. أنا هاخش بالaccount بتاعي.
طبعًا أنا باخش educators عادي جدًا، لإن أنا عندي account كده زي ما قُلت، فهو هيفتح دلوقتي. هادوس I agree. تمام. أنا بقى دلوقتي هادوس على create، هادوس على circuit. هيجيب لي design وهيفتح لي القائمة بتاعة الcomponents الelectric اللي ممكن أستخدمها علشان باقي. هو كده فتح معايا. تعالوا بقى نتعرّف على أشكال الcomponents دي قبل ما نبتدي نشتغل. أو عقل الArduino. الArduino controller بيconnect motors والdevices together عشان يعمل لك smart system يحقق لك الoutput بتاعك أو يخلّي حياتك أسهل. يعني بدل ما يبقى في مثلًا أوضتك ليها مفتاحين نور، وأنت عشان تنوّر نور الأوضة تدوس على المفتاحين دول، لأ، أنت ممكن يبقى في sensor فوق باب الأوضة، أول ما يdetect الmotion بتاعك يبتدي يحرّك الباب ويفتحه، أو يبتدي ينوّر لك النور لوحده، اللي هو بنقول عليه smart homes أو IoT، يعني برضه ديّة تبع دراستنا في الشبكات وما إلى ذلك. الprogramming language Arduino C، الkernel بتاعها C. ويعني أنا عايزك تخش تبحث بنفسك وتكتب kernel of أي حاجة هتلاقيها C، لأن C هي أساس البرمجة. عشان كده هي دي المفروض الطبيعي يعني إنك لو بتتأسس فدي تبقى من أوائل اللغات اللي أنت تتعلمها. طيب أنت دخلت على tinkercad وجاهز دلوقتي إنك تشتغل، بس أنت مش عارف إيه الكلام اللي قدامك ده، يعني إيه كل الcomponents دي؟ إيه كل ده؟ وإيه إيه كل ده؟ تعالَ نناقش واحدة واحدة. زي ما قلنا الأردوينو ده المايكرو كنترولر، هو ده العقل المدبر، وده الUSB اللي بيتوصل باللابتوب. لما يبقى إن شاء الله معاك البوردة الهاردوير هتلاقي نفس الشكل ده. دوّة الUSB ده بتوصله باللابتوب وتشتغل على الIDE اللي أنا كنت لسه موريه لك من شوية، علشان تبتدي تapply اللي هييجي من اللابتوب في الUSB ده تapply على الأردوينو ديّة. ده power supply من 7 ل12 فولت، وده بتستخدمه عشان تدّي power supply للأردوينو أونو، لإنّك في الغالب مش هتاخد الpower supply من اللاب، يعني هو اللاب أو الUSB هتدّيك power supply، بس أنت لمّا هتعوز تشغّل المشروع لوحده أكيد هتفصل ديّة خلاص، فأنت هتبقى عايز من هنا. ده reset button علشان لو علّقت منّك الmicro controller وده وارد جدًا، بتقوم عامل أو بتعيد تشغيلها تاني أو زي ما كإنّك عملت restart. الpins الdigital pins ديّة ودي بقى اللي هنشتغل عليها. أهم حاجة عايزك تعرفها إن هنا ال5 فولت ديّة وده الground أو الGND، دول برضه ينفعوا power supply من وإلى، يعني ممكن دول تدّي بيهم power للأردوينو وممكن تاخد power من الأردوينو. إزاي؟ هنشرح ده، بس في الأول تعالَ الأول نتعرّف على المكونات الأساسية خالص، خالص، خالص للأردوينو، وبعد كده هناخد law مهم جدًا من أهم الحاجات اللي لازم تعرفها في الأردوينو. إحنا عايزين مثلًا الLED. الLED زي ما يعني أو يعني
زي ما تقول إحنا عندنا في أهم مكونات كهربائية هتلاقيها عندك الLED بالشكل ده، وهتلاحظ إن ليها رجل طويلة ورجل قصيرة، ده حتى لمّا تجيب إن شاء الله ربنا يكرمك وتجيبها hardware هتلاقي لأن الرجل الطويلة positive والرجل القصيرة negative. طبعًا الدوائر الكهربائية بتترسم رسم هندسي، وفي الرسم الهندسي أو الرسم يعني الscientific sign بتاعة الLED بتكون كده. هي مش بالضبط أوي بس يعني ومهم السهمين دول. دي الرسمة الscientific بتاعة الLED. طيب إيه components تاني مهمة نكون عارفين عنها؟ في برضه عشان تبقى عارف أنت أكيد مش هتفضل تاخد زي ما قُلنا power supply من اللابتوب، أكيد هتبقى عايز تاخد من الباتري، فالباتري ديّة هي الأساس بتاعنا، بس خلّينا بس نكمّل في بقية الcomponents. عارف جرس الباب بتاع بيتكم، اللي هو تدوس عليه يرن، تبطّل تدوس عليه ما يرنّش، ده اسمه push button. الpush button أو اللي هو زرار الجرس بتاع بيتكم، هو نفس الوظيفة اللي بيعملها في البيت أو يعني في الحقيقة، هو بيعملها في الأردوينو. هو بيكون بالشكل ده تقريبًا، ولمّا بتحب ترمز له في الscientific بيبقى كده، وهنعرف إيه كمان شوية. بس هو في الغالب يعني أنت لمّا بتبقى عايز تعمل دايرة كهربائية زي ما درسنا زمان، أنت عندك الدايرة الكهربائية لو open أو يعني الcircuit لو open مش هتوصّل كهربا، ولو closed هتوصّل كهربا، فالpush button أنت لمّا بتدوس عليه بيقفل الحتّة دي، فبيوصّل كهربا، لمّا تشيل صباعك من عليه بيخفي الحتّة دي. طيب معانا إيه تاني برضه؟ معانا الresistance أو المقاومة، وهنا بقى آسف يعني للي ما بيحبوش الphysics بس أنا مضطر، ده يعني بجد من أهم القوانين اللي أنت لو ما عرفتهاش فأنت هتتعب مش بس في الأردوينو، أنت هتتعب في الحياة عمومًا يعني، وبجد هو قانون حلو جدًا. Ohm's law أعتقد إن أغلبكم خد القانون ده في تالتة إعدادي، فتعالوا يعني نفكّركم بيه سريعًا. القانون ده كان بيقول لك إيه، بيقول لك إن الpotential difference أو الvolt equal الIR. إيه الI وإيه الR؟ تعالَ أقول لك. عندك إحنا قُلنا إن في battery، الbattery بالمناسبة الرسمة الscientific بتاعتها بتكون كده أهو. برضه الرجل الطويلة positive، عوّد نفسك الرجل الطويلة positive والرجل القصيرة negative، ده في أي component. دي الرسمة الscientific. طيب الbattery نفسها بتكون مثلًا قدّامك بالشكل ده. ماشي، يعني معلش سامحني اعتبر إن دي battery بيكون فيها electrons أو negative particles، وبيكون جواها positive particles أو positive charges. فأنت لمّا بتبقى عايز تعرف الباتري ديّة الvoltage بتاعتها عاملة إزاي، أنت الباتري ديّة بنقول إنها في دايرة مثلًا، ونقول إن هنا مثلًا في لمبة، يعني اعتبر إن دي لمبة، هي مش لمبة طبعًا. مقدار الجهد اللي الباتري جاهزة إنها تعمله أو القوة البطارية هتبذلها عشان تزُق كل الelectrons دي أو كل الnegative particles دي برّه الباتري، هي عايزة تطردهم برّه. اعتبرهم ناس كتير عايزين يطلعوا من الأوضة الضيّقة دي. فكل ما الباتري أو الأوضة صاحب الأوضة يبقى عنده قوة أكبر إن هو يزُق الناس دي برّه، ده الvoltage بتزيد. هي الvoltage أصلًا ال القدرة بتاعة البطارية إنها تطرد الإلكترونز كلّها أو تفرّغ الشحنة بتاعتها بسرعة وبجهد يعني، حتى بيقول لك الvoltage هو فرق الجهد. طيب ده بالنسبة للvoltage. بالنسبة للI أو اللي هي بنقول عليها ال الI بنقول عليها إنها الresistance. ليه؟ قصدي الأمبير sorry. الI لمّا بتكون كبيرة، إيه اللي بيحصل؟ طبعًا أنت خدت أعتقد إن الحاجات اللي على نفس السطر direct، والحاجات اللي مثلًا X وY دُولة لو على نفس السطر direct.
ولو مثلا دولت اوفر 1 مثلا، فاكس هيبقى انفرس، يعني 1 العلامه دي معناها انفرس. مش عايز افكرك بالكلام دوت، انت جاي هنا يعني، بس هو يعني هو مهم، اللي مع الاسف، مع الاسف الباد نيوز ان هو مهم. فخلينا في الكلام اللي ممكن ينفعك دلوقتي. انت هنا عندك الكترونز عايزه تطلع، الاي دي او اللي هي شده التيار، الكرنت انتنسيتي، حتى اي جايه من انتنسيتي، بتتقاس بالامبير. طبعا الامبير هو الاساس يعني، انما انت ممكن زي ما انت عارف في اغنيه كده، مش فاكر انتوا عارفينها ولا لا، ملي مايكرو نانو كيلو ميجا جيجا. يعني لو حد فيكم عارف غاوي فيزيكس هبقى عارف، انا شرحتها برضه للناس، ان عندك ملي مايكرو نانو نيجاتيف، كيلو ميجا جيجا بوزيتيف. فانت عندك مثلا ملي امبير، ملي امبير بيبقى 3 باور نيجاتيف مش عارف كذا، بيبقى مثلا ال 3 باور نيجاتيف كذا، دي ملي، 3 باور نيجاتيف كذا مايكرو، 3 باور نيجاتيف كذا نانو، او اكس قصدي باور نيجاتيف كذا ايا كان. يعني مثلا 3 باور نيجاتيف 3 مثلا، ده اللي انا قلت ان الامبير لو مثلا دي 3 امبير، فاكس اكس باور نيجاتيف 3 هنا اكس باور نيجاتيف 6. فالباور اللي هنا ده هو اللي بيحدد لك ده ملي ولا مايكرو ولا نانو، ولا لان انا اكيد مش هكتب ارقام كبيره قوي في الامبير، انا ما ينفعش اعتمد على اليونت، المين يونت او مين ميجرنج يونت او وحده القياس الرئيسيه ان انا اعبر منها عن كل الارقام. دي مشكله كبيره. فيعني عشان كده بنستعين بوحدات مساعده، بدل ملي مثلا امبير بقول ملي امبير. طب تعالى نطبق ده على ارض الواقع، يلا بينا. تخيل معايا ان دي لمبه ليد اهي بالشكل ده. اللمبه الليد دي متوصله ببوش بطن رايح للباتري. طبعا احنا قلنا ان الباتري كيفيه عملها انها بتزق الالكترونز بره، بس المهندسين اتفقوا ان احنا لما بنيجي نوصل الباتري بشكل فعلي، احنا بنرسم الاتجاه من البوزيتيف للنيجاتيف. السيركت دي ناقصها حاجه، ناقصها ريزيستنس. ريزيستنس او مقاومه. يعني احنا ممكن نقول ان الباتري دي لو قويه قوي، لو دي مثلا باتري مثلا نقول انها 9 فولت، دي ممكن تحرق الليد. فتعال نشوف مثلا، نقول مثلا ان احنا معانا باتري 9 فولت، وعندنا الانتنس الليد ديت انا ما اعرفهاش، بس انا عارف ان انا مركب هنا مثلا ريزيستنس. ده شكل الريزيستنس بالمناسبه. انا مثلا عارف ان الريزيستنس اللي معايا ب 90. بالمناسبه الريزيستنس بتتقاس بوحده اسمها الاوم، ودي الساين بتاعتها. انا مثلا عارف ان الريزيستنس اللي معايا 90 اوم، وعارف ان انا البوتنشال ديفرنس او الفولت اللي معايا 9 فولت. فهعمل ايه؟ هقوم بمنتهى البساطه والشياكه والسهوله هقلبها معادله. 9 equal I 90، يعني I equal 9 على 90 equal 0.9. 0.9 ايه؟ 0.9 ملي امبير. لا 0.9 امبير، لان هو بيطلع لك النتيجه دايما بالستاندرد يونت بتاعتك اللي هي الامبير. فانا اكيد مش هكتب 0.9 امبير، لان زي ما قلنا احنا مش هنعتمد على المين يونت في كل حاجه. فاضربها مثلا في 1000 اللي هي 10 باور 3، فيطلع لك 900 ملي امبير. طيب
كده انت فاهم كهرباء كويس. فاضل بقى انك تطبق بشكل فعلي على التينكر كاد. تعالى بقى نشوف كان تطبقه ازاي على التينكر كاد. في قطعه مهمه جدا لازم تبقى عارف. تعالى بس دلوقتي نطلع ديت بره الموضوع ده الليد بتاعنا. في قطعه مهمه لازم تبقى عارف عنها، اسمها البريد بورد. هي ايه البريد بورد دي؟ البريد بورد باختصار بتقوم بنفس المهمه بتاعت ان انا لما ابقى عايز اوصل اسلاك كتير مع بعض، انا ما اقدرش ان انا اوصل اللي هو ان انا مثلا، ثواني كده معلش. انا مثلا حبيت ان انا نجيبها من قفاها. الليد دي المفروض تبقى بره اصلا. انا مثلا حبيت ان انا معايا باتري فيها مدخل واحد للبوزيتيف ومدخل واحد للنيجاتيف. طب افرض انا عايز اطلع منها كذا كذا مخرج، اكيد مش هقوم بطلع من نفس القطاش او نفس السوكت بتاع الباتري اسلاك كتيره. فهقوم عامل ايه؟ هقوم جايب الباتري دي مثلا وموصل البوزيتيف او الانود البوزيتيف اللي هنا. شايف علم ازاي؟ شايف علم على السطر ده كله ازاي؟ كل السطر ده بقى واخد بوزيتيف، كل السطر ده من غير ما اقعد ازود باتريز على الفاضي. والسطر النيجاتيف او الكاثود، النيجاتيف اسمه كاثود والبوزيتيف اسمه انود. طيب انا لو وصلت الرجل طبعا المايله ديت زي ما قلنا، دي الرجل المفروض قصيره، والرجل الثابته او الطويله احنا المفروض لو دوسنا ستارت سيميوليشن الطبيعي ان اللمبه الليد دي ما نورتش عشان احنا وصلنا غلط، غلطنا في التوصيل عشان وصلنا الرجل القصيره بدل الرجل الطويله. فانت تاخد النيجاتيف او الكاثود بتاعها تحطه في مكانه. ده الانود. الانود هو البوزيتيف، وصل الانود مكانه. والكاثود مش لازم يبقى فوقها بالظبط، كده كده كلهم سطر واحد. بص بقى لما ندوس ستارت سيميوليشن اللي هيحصل، اتحرقت عشان مفيش ريزيستنس، مفيش مقاومه. فده بيخلينا محتاجين نستخدم مقاومه او ريزيستنس. طب هل انا معقوله هامله البريد بورد مقاومات بقى والجو العك ده؟ اكيد مش هعمل كده. عشان كده انا هلجأ للاردوينو. خلاص انا ما بقتش محتاج ديت. طيب احنا هنتعامل دلوقتي مع الكود بشكل فعلي. احنا هنخلي ديت تاخد كهرباء بشكل مباشر من الاردوينو. الانود او البوزيتيف مع 5 فولت، والكاثود او النيجاتيف معروف مع الجراوند. الجراوند ارضي والارضي نيجاتيف معروفه، يعني ارضي تحت، احفظها كده. طبعا لو دوست ستارت سيميوليشن هتتحرقت برضه لان الاردوينو مش متبرمج. طب احنا عايزين نبرمجه، فانا هدوس على تكست وهنبدا نتعامل مع الكود بشكل فعلي. طبعا مالكش دعوه باي حاجه من المكتوبه ديت، بس اعرفك حاجتين هتاخدهم النهارده، دولت الاساس. فهمتهم الباقي ان شاء الله هيبقى سهل. في البدايه حابب اقول لك ان ما تخافش خالص من المنظر اللي قدامك دوت، عادي جدا ولا يهزك. بالنسبه لك انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ عايز تخرج كهرباء، عايز تخرج الكهرباء ديت لل لل اللي هي الليد. فانت عشان تخرج الكهرباء للليد هتعمل ايه؟ بمنتهى البساطه احنا قلنا ان انا وصلت بشكل عشوائي جدا هنا
فعشان كده اتحرقت. فانا هقوم لاغي الوصله دي اصلا. ثانيه واحده. الكاثود ملوش بديل. الكاثود كده كده هو جراوند او نيجاتيف. الانود نقول ان انا هوصله على بين 6. انا عايز بين 6. حلوه بين 6. فهخش مثلا على الكود واعرفه ان بين فيها ليد تشتغل. طب هعمل ايه بقى؟ ركز معايا. انا عايزك تركز في السطر اللي هيتكتب ده. احنا اول حاجه هنعملها بين مود. انا خلاص فعلت وضع البين. بين مود يعني انا بخاطب دلوقتي البين، انا بكلم البين. انا عايز اعرفه انهي بين اللي موجود عنده. طبعا وانت بتبرمج اوعى تنسى السيمي كولم ابدا. تنسى السيمي كولم البرنامج مش هيشتغل. دي السيمي كولم اللي بتتكتب دي اهي. بين مود انا عايز بين كام؟ 6. لما بقول بين مود يبقى انا بعرف البين. فانت ايه رقم البين اللي عايز تعرفها؟ 6. انت عايز بين 6 دي تبقى انبوت ولا اوتبوت؟ عايز تدي كهرباء الاردوينو ولا تطلع كهرباء؟ انا عايز اطلع كهرباء فانا هعملها اوت بوت كده تمام. بس هل هيوصل لها كهرباء؟ لا. ليه؟ انا عرفت البين وعرفت رقمها وعرفت اتجاه الكهرباء انبوت ولا اوتبوت، بس انا ما قلتش في كهرباء تطلع ولا لا. طب مين المسؤول عن ان في كهرباء تطلع ولا لا او الاوتبوت؟ امر اسمه ديجيتال رايت. ما تنساش السيمي كولن نروح في داهيه. طيب طبعا احنا زي ما قلنا البرمجه ليها اوتبوتس مختلفه، ولما هتتعلم في لغات البرمجه هتعرف. بس احنا عندنا هنا الاردوينو اللغه بتاعت الكهرباء. فانا عايز الاوتبوت يطلع منين؟ من بين 6 اللي انا عرفتها فوق. بين 6 اللي انا عرفتها فوق. انا عايز كهرباء تطلع هقول هاي. لو مش عايز كهرباء تطلع هقول لو، بس انا عايز كهرباء تطلع فانا هقول هاي. تيجي نجرب نشغل ونشوف. يلا بينا. الليد نورت وما اتحرقتش. كده انت اتعلمت كويس قوي في البرمجه، ويعني بنسبه كبيره تقدر تعمل مشروع. يعني مثلا حاجه مثلا زي اشاره مرور بقى ولا ايا كان. هو مش هيختلف كتير عن دوت. وكده باذن الله فهمت بشكل مبدئي اللي عرفته ولا ده كل اللي حابب سؤال يسيبه في الكومنتس، ومتشكر جدا ليكم. شكرا يا أحمد على هذه السيشن. يعني سيشن لذيذة بصراحة. ما تنسوش بس يا شباب طبعا يعني دي طبعا هتبقى أول سيشن في سلسلة طويلة. السلسلة دي هتتكلم عن بعض التخصصات وبعض يعني بعض المواضيع يعني مش ثابتة، مواضيع يعني مختلفة. وفي إن شاء الله محتوى لذيذ هنزله الفترة الجاية. ما تنساش يعني اللي هو التضغيطات بقى، اللايك والاشتراك وهذا الكلام، يعني عشان إن شاء الله تشوفوا محتوى عظيم الفترة الجاية. بس كده، شكرا لكم، السلام عليكم.